الناس اللي بتلعب فانتسي نركز بالله عليكم. حد مكابتن ماني غيري؟ وادام تراوري اتصاب انا محتاج سالب 90 عشان اعدل التشكيله بتاعتي. ونشتري ماني وصلاح هيتقلق فيرمينيو. قال لك جن جنون الكوري يا عم اقعد بقى. لكل الناس اللي اتفرجت على ماتش مانشستر يونايتد واشبيليه نركز بالله عليكم، وعايز اسال سؤال بعد اذن الناس كلها. انت ليه بتختمي وحش كده؟ مش علينا احنا حتى بس، يعني عندك الارسنال بتجري طول الدوري اهي، اتعادلت في الاخر دلوقتي، والفرق ما بينها يعتبر وما بين السيتي لها ماتش مؤجل هتلعبه لسه فهتكسبه يعني، فهيبقى الفرق ما بينهم نقطة. من الاخر هو الماتش الفيصل هيبقى ماتش ارسنال وماتش مانشستر سيتي، وبنسبة كبيرة الارسنال مش هياخد الدوري. ليه بتختمي زي الزفت كده؟ يعني عايز اسأل السؤال ده. انا عايز اعرف ايه اللي وصل مانشستر يونايتد للحالة دي. ماتش اشبيليه يعني الماتش اساسا الاولاني، انا مش هتكلم على التاني دلوقتي تمام، مش هنتكلم على الماتش بتاع اشبيليه اللي في ارضهم دلوقتي. الماتش الاولاني كنا كسبانين 2-0 والدنيا كانت ماشيه كويسه، وكان في ايدينا نخلص الحوار ده كله في ارضنا، نخلص الماتش ده كان في ايدينا نخلصه 4 و5 في ارضنا. مش فاهم ايه اللي حصل. 2-0 بعد كده دخول في فجوه، بعد كده 2-1، بعد كده 2-2، بعد كده اصلا كانوا هيكسبونا على ارضنا. مش فاهم في ايه. نازلين الماتش ده في غيابات، انا معاك ان في غيابات، في هرس، انا عارف ان في هرس، في دفاع متخلف انا عارف، بس ايه دخية اللي بتعمله ده بجد؟ ايه اوسخ ماتش شوفهولك يا عم؟ ايه يا عم الهبل ده يا عم؟ بداية بالجون الاول، معلش خليني اقول لك ان ماجواير اصلا متخلف تمام، بس انت يا معلم انت شايف الملعب، انت في حواليه واحد من على اليمين واحد من على الشمال واحد ضاغط عليك، بتقوم مبصيله؟ ده ما بيعرفش يتصرف اصلا وهو لوحده، تقوم مبصيله وهو 3 ضاغطين عليه يا عم. ده اختبار ايه ده؟ انا مش فاهم انت بتبصيله ازاي؟ شتت يا معلم، مش فاهم يا دخيه ايه ده؟ الجون التالت الكرة جايه لك من فوق، وفي واحد برضو جاري عليك من فريق اشبيليه يا معلم. انا مش شوطها برجلك. انت جيت ايه الاستلامه دي يا دخيه؟ ايه يا عم الماتش السيء ده؟ حتى الجون التاني هو يعني ماشي، هقول ان الجون ده صعب جدا عليك كحارس مرمى مع انك طالع غلط تمام، بس ماشي. الجون التاني ماشي. الواحد اقسم بالله متضايق جدا، قرفان. طلعنا من بطوله، طلعت ليه برشلونه؟ يعني انت في دماغي كده انت طلعت برشلونه وريال بيتاس وبتاع ايه يا عم؟ ليه طب ليه عملت كل ده؟ يعني وصلت للخطوه دي ليه؟ عمال نحذر من اشبيليه وهي نجمه البطوله وهي اصلا بتلعب على البطوله دي وهري كتير. ايه يا دخيه في ايه؟ ايه يا تنهاج ده؟ مش عارفين نعمل جملتين على الجون يا رجاله؟ مش عارفين نعمل حاجه؟ اكتر واحد كنت حاسس ان هو بيحاول مع انه بيشوط بطلوع الروح الواد كازيميرو. ايه يا جدعان مش عارفين نلعب؟ ايه يا راشفورد؟ انا عارف انك راجع من انا عارف ان الفريق كله متدمر، بس يا عم ويج هورس دوت يعني يا جماعه يا رب الاعاره بتاعته تخلص بقى. انا مش فاهم، احنا عندنا لعيبه اقسم بالله منيله ب60 نيله. خط الدفاع بتاعنا لسه بنقول الحمد لله بدأ يتوازن شويه، حصل عندنا زربيح في خط النص في خط الدفاع، رجع تاني ليندلوف يلعب ورجع تاني ماجواير يلعب. هما ما بيلعبوش بمزاجنا، هما بيلعبوا غصب عننا. ما انت عندك فاران مصاب، وعندك اهم 5 عندك في الفريق اصلا يعتبروا كانوا مصابين باستثناء الناس اللي رجعت. يعني انا مش زعلان ان احنا طلعنا من البطوله دي بحجم ان انا زعلان ان احنا عملنا مجهود جامد قوي في البطوله. انت طلعت ناس يا عم كنت تطلع من بدري، كنا نطلع من بقى عادي والله العظيم ما كناش هنزعل. قشطه بطوله زي اي بطوله، ما احنا مش هناخد كل البطولات يعني، فبطوله زي اي بطوله طلعنا منها عادي،
ما انت عندك البطوله بتاعت الاف اي كاب، هتقابل برايتون، بعد كده هتصطدم اكيد في مانشستر سيتي، مش هتصطدم في شيفيلد يعني. مش عارف الصراحه، اما نشوف ايه اللي هيحصل. يا عم حرام والله العظيم حرام يا تنهاج. اقسم بالله كان ماتش في المتناول من ارضنا، ضيعناه هناك. ليه يا معلم؟ ما نلعب بامكانياتنا وباللي في ايدينا. يا عم انطوني ابوس رجلك يا عم. ايه الانذار اللي انت خدته ده؟ يعني ايه الانذار اللي انت بتشوط رجل الواد والواد مش معاك كرة؟ ليه يا معلم؟ إيه كسبنا احنا؟ يعني احنا كسبنا ايه من كرة زي دي؟ يا معلم ما تلعب يا معلم مع زمايلك يا معلم. انا نفسي بس يعني يا معلم طول ما انت مركز انك تجيب جون مش هتجيب اجوان، والله العظيم ما هتجيب اجوان. لو ركزت مع زمايلك وشفت فين تباصي وفين تعمل، الدنيا هتظبط والدنيا هتبقى كويسه. ما انت عملت كذا واحده قبل كده. ركز شويه، بوس رجلك. اقسم بالله انت لعيب جامد جدا، بس بلاش الحته ان لازم اجيب جون، لازم اخش واقطم شمال واقوم شايط. يا معلم اعمل اسيستين 3 والله العظيم بالنسبه لنا هيبقوا افيد بكتير من اللي انت بتعمله. خسرنا بطوله انا بيتهيألي احنا اكتر فريق عمل مجهود فيها، اكتر فريق قابل فرق فيها قويه. يعني الحمد لله على كل حال. بس هو يعني عيد بادئ اساسا مانشستر يونايتد بتقول لك احلى عيد عليك يا اسطى. ايه منظومه الدفاع دي منظومه نجوى مش كده يا جماعه. انتوا بتتدربوا ازاي يا جماعه؟ بالنسبه للناس اللي عماله تقلب في الماضي، اللي عماله تقول لك كريستيانو يا ريتنا كنا خليناه وده مش عارف ايه واحسن من اللي احنا فيه دلوقتي، يا جماعه خلاص كريستيانو موضوعه صفحه وانتهت خلاص. ربنا يوفقه في المكان اللي هو فيه ايا كان هو بيعمل ايه دلوقتي. ده واحد من اساطير الكوره، من اساطير اللعبه. راينا فيه مش هيعدل ولا هينيل حاجه. خلاص يا جماعه مش كل ماتش يا ريتنا عملنا يا ريتنا تنيلنا. خلاص يا رجاله، خلاص احنا ما هو كان معانا وراح ريال مدريد وكملنا عادي، هنكمل يا رجاله. مش الدنيا مش هتقف. كريستيانو لعيب كبير جدا، مش محتاجين اصلا ان احنا نتكلم على كريستيانو ونعرف انه قد ايه فشيخ وانه قد ايه لعيب من احسن لعيبه كره القدم في العالم. بس يا رجاله بلاش القصه بتاعت ويا ريته كان مش عارف. خلاص انا عارف ان احنا بدلناه بكابتن ويجهورس الحسين الويجي. خلاص بقى يا رجاله والنبي، عندنا بطولتين دلوقتي محتاجين نركز عليهم. الاف اي كاب طبعا، وربنا يستر يعني يا رب نكسب برايتون بس الاول، بعد كده في النهائي ان شاء الله لما نقابل مانشستر سيتي. مش عارف ازاي بس ان شاء الله خير يعني. وتقريبا الماتش ده هيبقى 3-5. البطوله الثانيه طبعا بطوله الدوري، واحنا بنلعب مش عشان ان احنا ناخد الدوري اصلا، بنلعب علشان نبقى يا الثالث يا الرابع يعني، ما نطلعش من الاريا دي والنبي، علشان نصعد دوري ابطال ونشوف فريقنا في دوري الابطال. يعني حاجه بتبسط الواحد شويه. ان شاء الله يعني يا تنهاج نجيب صفقات وندعم الفريق بتاعنا، عشان احنا بالشكل ده اي حد بيتصاب هو حرفيا ملوش بديل. احنا حرفيا الفريق الوحيد اللي تقريبا كل لاعب عندنا ملوش بديل يعتبر. البديل بتاعه بيغرق الفريق. شوف بديل مثلا مارتينيز، شوف البديل بتاعه ليندلوف، ماجواير، عندك مكان فاران. حاجه يعني مراكز بتغرق الفريق، والاتنين اتصابوا مع بعض. يعني سبحان الله، يعني مش عارف اقول ايه. بس يلا يعني هو خير، الحمد لله انه خير من عند ربنا. ربنا يستر، ويا ريت ندعم الفريق شويه. يا ريت بجد نجيب شويه صفقات كويسه. يا ريت نشوف يا جماعه جرين وود يا جدعان، ما طلع وخطب صاحبته ولا اتجوزها والدنيا حلوه يا جدعان. ما خلاص قال لك الفريق اللي بتاع السيدات معترض ان هو يرجع للفريق الاول بتاع الكوره. احنا من امتى بناخد راي ستات يا رجاله؟ انا مش فاهم. ما احنا عارفين ده مكانهم المطبخ، هنمشي بقى على وجهه النظر دي؟ ما يا رجاله رجعوا الواد يا رجاله، ما يمكن يبدا يتالق ويبدا يرجع تاني مع الواد جرينيتشو. لما يرجع ان شاء الله هتبقى الدنيا ماشيه. احنا في عرض كل لعيب دلوقتي.
جيمس يا رجاله والنبي والله العظيم ما في فريق راضي يعبره. الواد مجاني محدش معبره، والله العظيم لعيب كويس. في النهايه عايز اقول لكم يا رجاله كل سنه وانتم طيبين، وبشكر ال 2000 او ال 3000 واحد اللي بيتفرجوا عليا. مش عارف اقول لكم ايه، انتوا فوق دماغي وفوق راسي اقسم بالله. عارف اني مقصر جامد، بس انا واخد اليوتيوب مش كمهنه، انا واخده كوسيله ان انا بفرغ فيها عن حاجه مضايقاني او حاجه انا حاببها جدا فبعملها. مش واخدها ان هي كوسيله رزق ليا او ان هي حاجه انا قاعد لها ليل نهار. انا واحد عندي شغلي وعندي اسرتي وعندي اهلي وعندي صحابي وعندي حياتي. مش هقدر ان انا اكون واحد او مش عارف. بحاول والله العظيم ان انا اكون موجود واكون متواجد، بس باذن الله يعني انتظروا ان انا بحاول ارتب للقناه دي لافكار تبقى مختلفه جدا عن كل اللي فات. برتب حاجات تبقى حاجه كبيره ان شاء الله. 4 حاجات ان شاء الله هعملها مختلفه وهيبتدوا ان شاء الله قريب باذن الله تعالى. مش عايز اقول مكسوف اقول لك ادعمني، لو انت شايف ان استحق الدعم ادعمني، لو مش شايف دي حاجه ترجع لك. شكرا لكم يا رجاله، مع السلامه.